من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. حنين مبدعة في الإنشاد الديني والابتهالات وقراءة القرآن، حافظة القرآن الكريم. هي تقريبا فاضل لها 5 أجزاء صح؟ سورتين يعني ما يقرب من 4 أو 5 أجزاء. الحقيقة إن حنين متميزة من وهي صغيرة، ومامتها قالت من قبل ما تتولد، كأنها من هي قبل ما تتولد وهي بتنشد، يعني بدأ الإنشاد من زمان قوي صح؟ ممكن نسمع إيه بقى من الإنشاد اللي انتي بادئة من زمان؟ ديني ولا وطني؟ ديني أو وطني؟ هي مركزة على ديني والوطني بس. وطني؟ ماشي. وطني، اتفضلي. هقول اللي نفسه يموت عشانك 1000 مرة، اللي حالف تفضلي يا مصر حرة، هو ده درعك وسيفك وابن بلدك، اللي بتفرح وتتشرف بلد، اللي قالوا عليه أصيل نعم الولد، اللي سرت ريحتها مسك وورد بلدي، هو ده اللي مصر فعلا محتاجاه. ما شاء الله عليكي. طيب مين بقى أكتر حد بيشجعك على كده أو قالك إن انتي صوتك حلو؟ هو ممكن نقول أهلي وصحابي. أهلك وصحابك. لما بتقعدي كده في البيت بتدندني لهم إيه؟ بيحبوا يسمعوا منك إيه؟ الديني أكتر ولا الوطني؟ مش عارف يعني، هو ميكس كده يعني عادي، مش ده أو مفيش ده؟ حاجة أكتر. مفيش حاجة أكتر من حاجة. ما هو احنا بنتنوع مرة كده ومرة كده يعني. طب ليهم أغنية أو حاجة من الإنشاد الديني معينة بيحبوا يسمعوها منك؟ مامتي كانت بتحب تسمع مني لك المدينة كنت صغيرة. ممكن أسمعها من دلوقتي؟ أنا مش عارفة الفتاة ولا لأ، بس طب هقول يعني بقى. ماشي جربي كده. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه، صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه، من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله، حصروا بيته قالوا جه أوانه، والليلة دي هينتهي زمانه، فده الإمام علي وينام مكانه، علي بن عمه كرم الله وجهه، من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه، صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه، من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله، كان الكفار قاعدين مستنيين ظهوره، مش عارفين ان ربنا هيتم نوره، انزل غشاوة عليهم عمت عينيهم، وقربنا بينا المصطفى ولا حد لمحه. ما شاء الله، دول هما الاتنين بيقولوا معاكي. ما شاء الله. كنت ابتدائي الأغنية دي فنسيتها الصراحة. فهم فاكرين بيساعدوكي. طب احنا ممكن نختار ايه نختم بيه بقى احنا التلاتة مع بعض؟ أغنية. هتقول معاهم؟ طب عشان هي تختار حاجة برضو هي عارفة تقولها. قولي يعني عايزة تختاري ايه؟ احنا عاوزين نغني كلنا مع بعض. يعني مرة حنين تقول واحنا نرد عليه، ويوسف مرة يقول واحنا نرد عليه. بالظبط. خلينا نبدأ بحنين.
نقول أغنية كلنا ماشي. عارفينها. عايزة تختاري ايه يا حنين انت تقولي؟ كلنا عارفينها. نقول أغنية واحدة، نقول أغنية خاصة بيا. طيب عايزة تقولي ايه يا حنين؟ طب خلينا نختم معاكي. ماشي. كده أقول أغنية مصر. تحيا مصر. يلا. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم علمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صاحية، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اسم مخلوق للخلود يا مصر، يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اسم مخلوق للخلود يا مصر. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. تحيا مصر ألف مرة. شكرا جدا يا حنين.